إقليم فريبكا، السادة رجال السلطات، السيد رئيس لجنة المجلس المنبثق عن المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بفريبكا، السادة الضيوف المحتفى بهم في هذا الحفل الكريم، السادة رجال الصحافة، السادة الأطر الإدارية والتربوية للمؤسسات التعليمية بالإقليم، التلميذات والتلاميذ، الحضور الكريم، تحية طيبة. في البداية لابد أن أشكر السيد عامل إقليم فريبكا على مبادراته المتعددة منذ حلوله على رأس هذا الإقليم السعيد، من خلال عنايته بأسرة التربية والتعليم بالإقليم وخاصة التلميذات والتلاميذ. يشرفني أيها السادة الحضور باسم النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكا أن أشارك جمعية الصحافة والتواصل خريبكا ونادي القصة القصيرة بالمغرب والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان بن ملال خريبكا هذا الحفل الختامي الذي يأتي تتويجا بمجموعة من الأنشطة التي قامت بها هذه الجمعية داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم، تغيت من ورائها المساهمة في تفعيل أدوار الحياة المدرسية من خلال مساعدة التلميذات والتلاميذ على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم وميولاتهم في مجال كتابة القصة القصيرة في مجال الحقوق. إن الحياة المدرسية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية العامة المخصصة للتنشئة الشاملة لشخصية المتعلم بواسطة أنشطة تفاعلية متنوعة بين جميع الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية على مستوى المؤسسات التعليمية، وكذا بانفتاح كامل على المحيط الخارجي باعتباره امتدادا طبيعيا لهذه المؤسسة التربوية ليساهم إلى جنبها في التنشئة التربوية. إن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكا ووعيا منها بأهمية إرساء مفهوم شامل للحياة المدرسية والتربية على حقوق الإنسان تتفاعل في تشكيله مكونات مجالات وآلية متكاملة تجعلها دعامة لتحسين جودة التعليم والتفتح الذاتي للمتعلمين، وستبقى يدها ممدودة كل جمعيات الجادة بالإقليم وكذا جميع المؤسسات الوطنية للمساهمة في تنظيم كل الأنشطة التربوية لإتاحة الفرص للموهوبين من التلاميذ والتلميذات قصد تشجيعهم على التفوق والابتكار. وفقنا الله جميعا لخدمة ناشئتنا بهذه الإقليم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله.